كمان منا نور بعتة بتقول السلام عليكم. عليكم ربنا يكرمكم ويزيدكم من فضله. متشكرين قوي يا منا، ربنا يخليكي يا حبيبتي. هي من السودان بتقول سؤالي للدكتور عاصم، حواجبي خفت جدا وكمان بدايه شعري بقت عندي جبهه واسعه قوي وحاجات مش فاهمه بالظبط، فضروري اقروا رسالتي. قريناها يا منا وهنقول لك حاجه. حاضر. هي اف ايه شاطره يا منى. تراكشن الوبيشيا. لا هي انا دعوه بيهم عشان هي السودان. اف ايه فرونتال امامي فايبروزنج الوبيشيا. ايوه اف ايه غير ما كانتش هتطير الحواجب لو تراكشن الوبيشيا. اوكي. فهي ما دام طيرت الحواجب عشان انت قلنا سودانيه، فالسودانيين يحبوا قوي الضفاير ويشدوا شعرهم. حلوه قوي بس بتبقى حلوه وساعات ويعني بتوع الخرطوم بالذات دول مسمسمين كده وبتاع حلوين قوي. اخر طعامه كلهم اخر طعامه. انا بكلمك الصراحه. بس من كتر ما هي ما تفضل مشدود الشعر يبتدي يحصل تراكشن. نرجع بقى ونقول هي تحط ايديها هنا عشان تعرف ده اف ايه ولا تراكشن الالوبيشيا اللي هي شد الشعر. هتحط ايديها كده، لو لقت اللي هو بنسميه الشعر الوبري وبري كده، دي مش اف ايه، هو البيبي هير شبه البيبي هير. لكن لو هنا الدنيا خط واحد وما فيش بيبي اللي هو الوبري ده، هتروحي للدكتور بالديرموسكوب. ضروري يتشخص بالديرموسكوب. سرعه الاف ايه ودي لسه كنا في دبي، انا قلتها في محاضره دي، سرعته ملي في الشهر. ما شاء الله يا نهار ابيض. يعني 12 ملي في السنه. يعني سنه اتضرب قد ايه؟ تقريبا سنتي. ودي بالارقام على فكره. هي مشهوره في الميدل ايست اكتر ولغايه دلوقتي ما نعرفش ليه. انما اف ايه لقوه بقى جديدا برضه، ودي حاجات قلتها انا هناك، انها يصيب الحته دي خلفيه الراس، ودي كانت غريبه جدا. اخر سؤال اقوله انت تؤمري يا فندم. يعني حضرتك قلت في الكلام قله النوم، السهر وقله النوم بالطبيعي بيأثر على نضاره البشره. ده هو مش بنقول عليها السهر، اختلاف رزم النوم. يعني انتوا مش كل الناس كلها انما انت عارفه بقى يقول لك سحور ومش سحور وايه، وهنام الساعه 6 الصبح وكده. قال يعني بقى ايه، فالعينين بتنفخ والعينين ده، ويبتدي الجلد يبقى تعبان. نوم الصبح غير نوم بالليل، نوم الصبح غير نوم بالليل. لكن اهم حاجه هزود من الماتريسكين، اهم حاجه هزود كتير ماتريسكين عشان ارطبه. واللي مهم قوي 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 الشعر عشان ما يفرولش مني، هنحط برضه انيفوجين، فهتلاقوا الدنيا احسن خالص، احسن كتير. كل سنه وانتم طيبين.